هتحاسبه دي هتموتوا من الضحك. بيقول لك شيخ كان راح يصلي صلاه الفجر بالليل، فلقى عيل حشاش كده واقف في جنب وبيلف جوان. فالشيخ ده راح له قال له بقول لك يا ابن الحلال ما تيجي تصلي الفجر معايا. قال له لا الله يبارك لك يا شيخ، اتفضل انت روح انت صلي وسيبني في حالي. فالشيخ قال له ليه يا ابن الحلال، تعال بس صلي وسيب اللي في ايدك ده. قال له يا شيخ الله يبارك لك اتكل على الله انا مش فاضي دلوقتي. قال له يا ابني انت مش مسلم؟ فالمحشش قال له لا يا شيخ مسلم طبعا. قال له طب تعال نصلي الفجر مع بعض كده. فقال له لا يا شيخ معلش انا مش فاضي، انا اخلص بس اللي في ايدي ده وبعد كده ايه هبقى اصلي باذن الله اوعدك. فالشيخ قال له طب لو جيت صليت معايا الفجر هديك 1000 جنيه. فقال له بجد والله تديهم لي يدوي؟ قال له اه لو جيت صليت معايا الفجر هديك 1000 جنيه. فالمحشش قال له خلاص ماشي. فالمهم خده ودخل صلوا وصلوا الفجر وهو خارج. فالمحشش بيقول للشيخ هات بقى يا شيخ ال 1000 جنيه. فالشيخ قال له يا ابني انا كنت قصدي نيتي خير، انا مش هديك حاجه بس انا كنت عايز ربنا يجازيك خير فكنت عايزك تصلي معايا مش اكتر. قال له اقسم بالله انا كنت حاسس ان انت هتعمل معايا كده عشان كده ما اتوضيتش وانا بصلي. اسمعوا ده هيعجبكم قوي. بيقول لك واحد راح لصاحبه زياره وكده، فلما راح لصاحبه لقى صاحبه زعلان قوي ومتضايق. قال له يا عم مالك انت متضايق كده ليه وشايل طاجن ستك ليه؟ قال له يا عم اقعد ساكت بقى انا حبيبتي اتجوزت. قال له طب ليه يا عم حبيبتك اتجوزت؟ طب ما اعترفتلهاش بحبك ليه يا اسطى؟ قال له يا جدع اعترفت لها. قال له طب ولما اعترفت لها هي ما وافقتش ولا قالت لي انا عايزه واحد غني؟ فهو صاحبه قال له يا ابني طب ما قلتلهاش ان ابوك غني ليه؟ قال له يا عم قلت لها وراحت اتجوزته. راجع الساعة 3 بالليل من الشغل فاهم، فلقيت لك شابين شكلهم عيال تسول خالص. لقيتهم بقول لك يا طلع اللي في جيبك بدل ما نعورك وناخده بالعافية. فقلت له اللي في جيبك صاحبي ما يلزمكش. قال لي لا يلزمني، هتطلعه بالذوق ولا طلعه منك بالعافية؟ قلت له يا صاحبي عيب. قال لي مفيش حاجة اسمها عيب، انجز يوم ما تكترش معايا. عيال تسول. فانا رحت مطلع اللي في جيبي كده مصحف صغير. فالواد اول ما شاف المصحف راح باصص لزميله كده وعينيه دمعت. فقال له صاحبي انت شغال في ايه؟ قلت له شغال عامل نظافه يا اسطى وباجي كل يوم الساعه 3 بالليل وبيطلع الام في الشغل. فلقيت لك عينيه صاحبه التاني برضه عينيه راحت مدمعه وراح بايس على دماغه وقال له صاحبي حقك على ما زعلش مني بس انت عارف اكل العيش بقى وكده. فقلت لهم وانتوا شكلكم جديد في موضوع التثبيت ده صح مش كده؟ فقالوا لي ايوه والله. قلت لهم بقول لكم ايه، ما تدخلوش العواطف والاحاسيس في الشغلانه. ومن ساعتها وانا شغال معاهم وبكسب دهب. بيقول لك واحد دماغه كبيره كان رايح مشوار وركب اتوبيس بس ما لقاش مكان فاضي في الاتوبيس ففضل واقف. فبالصدفه كده في مكان فاضي قدام ست كبيره فقالت له خد انت يالا يتيم تعال اقعد هنا. فهو راح لها ابو دماغ كبيره ده وضحك كده وقال لها هو انت عرفت منين انها يتيم؟ قالت له ما هي اللي تخلف الدماغ دي كلها مستحيل تعيش يوم تاني. لك واحد قال لمراته انا ابن عمي مات ولازم انزل البلد عشان اخد العزا بتاعه. فهي قالت له خلاص ماشي بس انا مش هقدر اجي معاك. فقال لها خلاص تمام قوي انا ما كنتش عايزك تيجي معاه عشان ما تمرمطيش في المواصلات وكده اصلا. فالمهم اصلا هو ما كانش رايح العزا ولا حاجه ومفيش حد عنده مات ولا حاجه، ده هو ايه راح يتمليط هو واصحابه شويه في شرم الشيخ وراح قعد سكر وشاف حريم وخربها. فالمهم اول ما رجع فالمهم مراته بتكلمه كده قال لها انت مالك كده باين عليكي زعلانه ومتضايقه؟ قالت له بيني وبينك الصراحه اول ما انت سافرت طلع عليا بلطجيه بالليل وثبتوني وقالوا لي يا تغني يا نغتصبك. قال لها لا ده كله حصل في غيابي، انا معلش حقك عليا بعد كده عمري ما هسيبك، مش هسيبك لوحدك ابدا تاني. المهم قولي لي غنيت لهم ايه؟ قالت له لا معقوله غني وابن عمك ميت؟